ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزيادة شويتين تلاتة كمان. الفيديو بتاع النهاردة من العنوان كده انا هكلمكم عن اكتر انواع الشامبوهات اللي انا استخدمتها في حياتي، واللي انا بالصدفة اكتشفت ان هم كتير، فلا يا جوكا احنا لازم نتكلم عشان في منهم انواع محدش استخدمهم قبل كده ومحدش اتكلم عنهم، مشفتش ريفيوهات عنهم، فقلت بقى اعمل لكم عنهم ريفيوز عشان لو انتوا حابين ان انتوا تاخدوا خطوه ان انتوا تشتروا شامبو الفتره الجايه، اقول لكم بقى على افضل انواع الشامبوهات وتجربتي معاهم كلهم. الاهم كمان ان في شامبوهات منهم فري سلفيت وفري بارابين وفري صوديوم، وفي منتجات منهم فيهم سلفيت. تعالوا بقى اقول لكم هل يوجد فرق ام لا. يلا بينا نبدا. خليني اقول لكم الاول هل السلفيت مضر ولا لا. في ابحاث كتيره قوي اتكلمت عن ان السلفيت من المواد المضره اللي هي بتساعد على ان بصيله الشعر تموت، وبالتالي الشعرايه عمرها هيبقى اقل. في ابحاث تانية قالت ان السلفيت مهم جدا وخصوصا للناس اللي فروه راسهم دهنيه او اللي بيعملوا حمام زيت، لان هو من الحاجات اللي بتساعد على تنظيف الشعر كويس جدا. انا بقى كجاكلين رايي ايه؟ انا رايي ان انا احاول ابعد عن اي حاجه حواليها مشاكل. يعني لو عرفت استخدم حاجه فري سلفيت بس تنظف فروه الراس كويس جدا، ما تخليش فيه اي بيلد اب، يعني ما فيش اي دهون، ما فيش اي اتربه في الفروه، مطمنه على فروتي انها نظيفه جدا، خلاص هستخدم اللي هو فري سلفيت ده. بس لو انا بجد حسيت ان في بيلد اب وفي قشره وفي زيوت وفي دهون، لا يبقى لازم غصب عني الجا للشامبو اللي فيه سلفيت، حتى ولو مره كل اسبوعين او 3 اسابيع. بس في المطلق او في العموم انا كجاكلين بقالي فتره بستخدم شامبوهات فري سلفيت 100%، تقريبا كده بقالي 3 شهور. بما اني دلوقتي بقى قلت لكم انا كجاكلين بفكر ازاي من ناحيه السلفيت، خليني ابدا معاكم واقول لكم ايه هي الشامبوهات اللي انا استخدمتها فري سلفيت من البدايه للنهايه، مش بالاسعار، يعني انا بدات بايه وحاليا بستخدم ايه. اول نوع شامبو استخدمته، وبما اني بتكلم من البدايه فاكيد هو الازازه مش معايا وخلصانه وقطعتها اساسا، وهو النوع دوت اسمه موشن ده كان فري سلفيت وكان بالشيا باتر، هينفع جدا مع الناس اللي شعرهم جاف. بس انا للاسف على قد ما هو فري سلفيت وكل حاجه وكان بينضف فروه راسي، بس برضو كان بينشف لي الشعرايه قوي. معرفش بقى هل انا مثلا ما كنتش بستخدمه صح او مش عارفه ايه الموضوع، بس انا وموشن ما اتفقناش. حسيت كانه بينشف الشعر ومحتاج وراه بجد حمام كريم قوي جدا، عكس ما انا كنت متوقعه ان انت فري سلفيت فانت المفروض ما تنشفش الشعر. فعلى قد ما حجمه كان كبير وسعره كان قليل، بس وقتها كان بالنسبه للشامبوهات التانية كان سعره غالي الصراحه، فبيتهيألي ان هو ممكن ينفع مع بعض الناس. فكره ان هو فري سلفيت تخليني اقبله واستخدم وراه حمام كريم قوي وخلاص. تاني نوع واللي اسمه كاريتيه، واللي فيه بنوته بالمناسبه منكم هي اللي فهمتني ان كاريتيه كلمه بالفرنش ان معناها يعني زبده الشيا، فالبراند ده قايم تقريبا على انه يبقى بزبده الشيا، وبما انه قايم على موضوع زبده الشيا انا معرفش بقى عندي مشكله مع زبده الشيا ولا لا، بس انا برضو ده ملقش عليا، ما كانش بينظف زي موشن مثلا. يعني هو كان بينشف لي شعري، ما كانش بينظف زي موشن. زودت عليه كل التزويدات اللي ممكن ازودها عشان ينظف فروه راسي ولا. ومن الشامبو اللي جاي ده هقول لكم على نوع شامبو فري سلفيت بس بينظف كويس قوي. الشامبو ده من شركه رايزو. الشامبو دوت ما فيهوش سلفيت وما فيهوش بارابين، ما فيهوش الوان صناعيه، ما فيهوش مينرال اويل، هو طبيعي بنسبه 98%، ما فيهوش كيميكالز غير تقريبا 2% او اقل. ومع ذلك بغض النظر ان انا استخدمت الكميه اللي هي اكتر من نص بقالي مثلا شهرين، هو بينظف فروه الراس بشكل حلو جدا وبيعقمها بشكل رهيب، وده بسبب ان هو بيحتوي على جينجر، والجينجر ده اللي هو الجنزبيل بالعربي، وده مؤخرا بدأ يثبت علميا ان هو بينبت شعر جديد وبيطهر فروة الراس. فهنا بقى ادركت فكرة ان انت تشيل السلفيت بس تحط قصاده مادة تنظف احسن منه وتكون من الطبيعة وما تضرش خالص. فلو انتوا عايزين تجربوه بجد انصحكم بيه جدا. بالمناسبة انا بجيبه من البيج ديت على الانستجرام، وهسيب لكم كمان اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت. يجي لي الشامبو دوت، وده اتبعت لي هديه من شركه لوجو. شركه لوجو دي هي شركه موجوده في الصين في المدينه بتاعه ياو، لو تسمعوا عنها كنت كلمتكم عنها قبل كده في فيديو ميه الرز. عارفين المدينه اللي كل الستات فيها شعرها طويل ولونه اسود وبيبقى تقيل جدا كده، ومهما كان سنهم بجد الشعر كله اسود. ولما عملوا بحث عن الموضوع دوت لقيوا ان الستات دي بيعملوا زي يوم كده في الاسبوع او بشكل مستمر انهم بينقعوا شعرهم في ميه الرز المتخمره بقى 24 ساعه، وان الميه دي بيبقى فيها بروتينات بتقوي الشعرايه وبيبقى فيها مواد بتساعد على زياده افراز الميلانين، وبالتالي الشعر بيفضل اسود اطول فتره ممكنه. المهم بقى ان المدينه ديت قرروا انهم يجيبوا خميره الرز او ميه الرز ويعملوا بيها شامبو. وبالمناسبه في كمان حمام كريم واويل هبقى اكلمكم عنهم بعدين.
اول حاجه هو فري من 3 حاجات: السلفيت والبارابين والسيليكونز. ذاتس مين ان هو بجد ما فيهوش اي مواد كيميائيه كتيره. تاني حاجه بقى وهو الكلمه ديت الدي اتش تي، هو في مواد بتساعد على تقليل هرمون الدي اتش تي اللي مسؤول ان يحصل تساقط وراثي او صلع وراثي او تساقط في المطلق. وبالتالي الشامبو دوت بما انه بيتعامل مع الفروه بقى خالي من المواد الضاره، بل بالعكس كمان في ميه رز واللي بتساعد على ان البصيله تبقى اقوى. خليني بقى اتكلم بوجه صريح. اول حاجه وانا بستخدمه وهو ما بيعملش رغوه خالص خالص، ما تنتظروش منه بالونه واحده، ما بيعملش اي رغوه. وده زاد شكوكي، قلت امانه الله البتاع ده ما هينضف. بس استغربت قوي ان هو بجد نضف حلو قوي. وعارفين لما تحبوا تجربوا المنتج فتضغطوا عليه؟ نمت ساعتها وشعري مبلول، وانا عارفه ان المفروض ان الشعر لما يبقى مبلول بيكون شويه قشره، او يعني بيبقى لامم رطوبه كده، فكانه بجد عمل بيلد اب بسيطه. ما عملش. ده معناه ان فروه الراس نطفت بشكل 100%، مفيش اي حاجه قديمه يتكون عليها طبقه جديده تعمل طبقه سميكه. بجد هو بينضف حلو قوي قوي قوي. لو عايزين تجربوه هو سعره كويس جدا، حجمه كمان كبير. هو سعره تقريبا اقل من ال 200 جنيه وحجمه 500 مللي، هيقعد معاكم فتره طويله. وزي ما قلت لكم هم فمين 3 بالكتير، اللي هم شطفتين او غسلتين 3 بالكتير، وبجد هينضف شعركم كويس جدا. بصوا كمان في ايه، في اوليف اويل، وفي رايز ووتر، في فيتامين اي، في صويا بروتين، في كوكونات اويل، في الموند اويل، في بلاك بيبر اكستراكت، في شويه حاجات تانية كتير قوي. ف ده برضو من شركة لوجو، ودي مش بتبقى موجودة قوي لان الموزعين بتوعتهم قليلين. فانا هسيب لكم برضو اللينك بتاعهم ازاي تتواصلوا او ازاي تطلبوا من عندهم، الويب سايت بتاعهم في اول كومنت او في الديسكريبشن بوكس. نيجي بقى للشامبوهات اللي مش فري سلفيت. اول شامبو استخدمته في حياتي واللي بجد ما حسيتش ان هو بينشف الشعر خالص، بل بالعكس بيرطبه بينضفه كويس جدا، وبيساعد على ان الفريز اللي موجود في الشعرايه يبقى اقل وشعرنا يبقى مش هايش، هو الشامبو دوت من ميلك اند هاني من اوريفلام. الشامبو ده تحسوه كوكو كده صغير، بس هو ربع كيلو كبير، بينضف كويس جدا، ملمسه حلو جدا، ريحته جميله. في سلفيت بس بجد 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 مش هتحسوا بالضرر اللي انتوا هتبقوا متخيلين ان انتوا هتلاقوه من الشامبوهات اللي فيها سلفيت. هو شغله الشاغل ان هو بجد ينضف فروه الراس ويسيب الشعر لو هو مثلا عدى على الشعرايه ما ينشفش الشعرايه، وده اللي احنا طالبينه من الشامبو، انه ينضف الفروه وما ينشفهاش، وده بيعمل ده كويس جدا. ده من اوريفلام، عشان بس لو حد منكم بيشتغل في اوريفلام او عنده حد بيشتغل في اوريفلام هيعرف يجيبه. وانا عن نفسي بتعامل مع منة، هسيب لكم برده اللينك وصوره الاكونت بتاع منة لو حبيتوا تشتروا منها حاجه. عامه يعني هي بتبيع حاجات اوريفلام. في شامبو استخدمته كده في فتره معينه كان فيه سلفيت وفيه بارابين وفيه كل المواد عادي، اسمه هيربل سنسنشن قلتها صح. الشامبو دوت فيه كل المواد الكيميائيه، هو كان بينضف شعري كويس قوي ولكن كان بينشفه قوي قوي. والمشكله ان حمام الكريم بتاعه ما كانش قوي للترطيب الكافي اللي يسد مكان نشفان الشامبو. ميزته انه حجمه كبير وسعره قليل، انا تقريبا وقتها اشتريته ب 45 جنيه وكان حجمه نص كيلو، فقعد معايا بتاع مثلا 6 شهور. نيجي بعد كده لشامبو انا لغايه دلوقتي بجد بحبه وبستخدمه، واللي هو مينج. الشامبو دوت هو مش فري سلفيت، بس هو ما فيهوش ولا ماده تانية غير السلفيت، يعني ما فيهوش بارابين، ما فيهوش سيليكون، ما فيهوش اي حاجه من الحاجات التانية دي ولا الوان صناعيه، هو ما فيهوش غير السلفيت. ده العيب الوحيد اللي فيه، انه فيه سلفيت. والسلفيت زي ما قلت لكم انا بستخدمه من وقت للتاني. فاحلى حاجه في دوت ان هو مثلا لو هيضر فالضرر هيبقى مره واحده بس من خلال ماده السلفيت. بينضف كويس جدا، ريحته حلوه مش قويه بس حلوه، بيسيب الشعر مش ناشف اطلاقا، على عكس مثلا شامبوهات تانية كانت بتبقى اغلى بس بتسيب الشعر ناشف. فده برده حجمه كويس جدا وسعره كويس جدا، ده تقريبا الصغير ب 25 او ب 20. فده اكتر شامبو بحس ان هو لو بجد الميزانيه مخرمه محتاجه حاجه تنضف شعري وما تنشفوش هشتري ده. نيجي لده، انتوا اصلا هتستغربوا القوام قوي، بس هقول لكم على حاجه، انا ما حبيتوش بجنيه بجد. هو مش حلو، معرفش انا مشكله عندي ولا مشكله عنده، بس هو مش حلو، هو بيعمل لي قشره. يمكن انا عندي مشكله مع الهايلورون، بس مش عارفه. هو الصراحه حجمه كبير، سعره كويس بالنسبه لحجمه، بينضف بس بيعمل قشر. يعني انت طلعتي من الشاور فروه راسك نظيفه، يومين هو عمل لك قشر، بعد كده بقى مع الوقت هتحسيه بينشف الشعر. هل هو بالنسبه لي كويس؟ لا. يعني هل هجيبه تاني؟ لا. بس ممكن يكون لا مع ناس، ممكن، لان في ناس كتير قوي بتشكر فيه. فتقريبا انا خمنت ان انا عندي مشكله مع الهايلورون. نيجي بقى لواحد من اعظم اكتشافاتي في مجال الشامبوهات، وهو هيربل اسنس بالارجان المغربي. ده تقريبا اكتر شامبو اي حد بيسالني على شامبو يا جاكلين عايزينه يبقى متوفر وما نتعبش نفسنا ننزل نجيبه من هايبر ماركت او من السوبر ماركت، بقول لهم عليه على طول. الشامبو ده انا ما خذلنيش في ولا حاجه. اولا هو ما فيهوش غير السلفيت،
فبرضه فري بارابين، فري الوان صناعيه، وفري من كل الكلام ده. لا وكمان هيربل اسنس نزلت شكل جديد بالمانجو وبالالوفيرا فري سلفيت، يعني ما فيهوش ولا ماده ضاره. فانا بالنسبه لي اللي كان فيه سلفيت اللي هو بالارجان المغربي اللي انا جربته تحفه وياخد 10 من 10. مش بينشف الشعر اطلاقا خالص ولا حتى سنه، بالعكس انتوا بتستخدموه بتحسوا كانه هو نازل على الشعر سابه مترطب، كانه بجد فيه سنة بلسم. مش عارفة ازاي بس هو بجد مش بينشف شعري خالص، بينضف الفروة 100%، ما بيسيبش تنتوفة. مش محتاجة منه اكتر من غسلة اطلاقا، هما غسلتين وتكون الدنيا زي الفل. سعره حلو، حجمه حلو، ريحته تجنن وبتفضل في الشعر فترة طويلة. بس كده انا خلصت الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون الريفيو اللي انا عملته فاتكم بحاجه. لو عندكم اي سؤال اسالوه، انا بجاوب الكومنتس خلال يومين من نزول الفيديو. ولو عندكم سؤال ضروري اسالوني على الانستا، انا بجاوب على كل الاسئله، وبنعمل هناك كمان اسك. بس كده انا خلصت، اشوفكم فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.